ألف قرآناً من 80 سورة مدعياً أنه أنزل عليه، ووضع شرائع وعبادات وحشد أتباعاً وأسس إمارة، وادعى أنه المخلص والمهدي المنتظر وآخر المرسلين. هكذا استطاع صالح بن طريف مؤسس الإمارة برواطة أن يؤسس ديانة استمرت ل3 قرون واعتنقها آلاف الأمازيغ في منطقة تمسنا التاريخية الممتدة على سواحل المغرب على البحر الأطلسي ما بين مدينتي سلا وآسفي. لا أحد يعرف ماذا كان يدور بخلد بن طريف عندما قرر تأليف ديانته، لكن العديد من المؤرخين كتبوا عنها وعن بعض شرائعها الغريبة، إذ أن جزءاً كبيراً منها مستوحى من الإسلام. فالبرواطية ظهرت في وقت اعتنق فيه جل المغاربة الإسلام. من الأمور التي شرعها بن طريف لأتباعه صوم شهر رجب وإفطار رمضان، وفرض عليهم 10 صلوات، 5 بالليل و5 بالنهار، والأضحية واجبة على كل من تبعه في 21 من شهر محرم، وشرع لهم في الوضوء غسل السرة والخصرتين، وصلأتهم لا سجود فيها، ويسجدون في آخر ركعة 5 سجدات، ويقولون عند الطعام والشراب باسم يكوش، وهو اسم الله كما كان سكان برواطة يقولونه بالأمازيغية. يوجد في الديانة البرواطية أيضاً ما يشبه الزكاة في الإسلام، إذ أمر بن طريف أتباعه بإخراج العشر من كل المنتوجات الفلاحية. وأما الزواج فقد أحل للرجل من النساء ما شاء، شريطة أن لا يتزوج من بنات عمه، وأباح لهم التطليق والرجوع عنه 1000 مرة في اليوم. في ديانة ابن طريف أيضاً بعض الحدود، فمصير السارق في هذه الشريعة هو القتل، فابن طريف أقنع أتباعه أن من سرق لا يطهره من ذنبه إلا السيف، والدية تكون من البقر، ويعتبر البرواطيون أكل الدجاج مكروهاً، ومن ارتكب خطيئة أكله فعليه تحرير رقبة. وألف ابن طريف لأتباعه كتاباً باللغة الأمازيغية ادعى أنه نزل عليه يقرؤونه في صلواتهم، وحذرهم من تكذيبه أو الشك فيه حتى لا يقعون في الكفر. ويضم هذا الكتاب 80 سورة بأسماء الجمل والديك والحجل والجراد وإبليس وغيرها. ولعل إنشاء البرواطيين لمذهب خاص بهم نابع من عدم تمكن المبادئ الصحيحة للدين الإسلامي من نفوس الأمازيغ في غرب المغرب، فكانت بعض أصول هذا الدين إسلامية، وأكثرها مما تأثروا فيه بمؤثرات وثنية قديمة إلى جانب ما استقوه من أصول عبرانية. لكنهم في جميع الأحوال كانوا يؤمنون بوحدانية الله، إلا أنهم أضافوا شعائر غريبة عن الإسلام أو تتعارض معه، وذلك كرد فعل ضد سياسة الأمويين. وتعاقب على حكم إمارة برواطة العديد من الحكام استمروا كلهم على اعتناق البرواطية وفرضها على أمازيغ منطقة تمسنا لتعمر هذه الديانة 3 قرون، قبل أن يتعرض البرواطيون لهجوم المرابطين الذين قضوا عليهم ومحوا آثار ديانتهم.